قد لا ترقى لأن تكون حلا للمشكلة، لكنها تساعد على تخطيها ولو مؤقتا. فبعد أن كان عناصر الدفاع المدني مجبرين على نقل جرحى منطقة الحولة المحاصرة بريف حمص مسافة تزيد على الساعة سيرا على الأقدام في طرقات توصف بالوعرة وتشرف عليها قوات النظام، أضحوا الآن في حل من ذلك بعد ابتكار هذه الدراجة الطبية. طبعا اول كنا نشيل المصاب مسافه طويله، الحمد لله رب العالمين هلا توفرت بين ايدينا دراجه طبيه، فينا نوصل المصاب لعند الدراجه الطبيه، ومن بعدها نطمن نضل نراقبهم ونطمن انه وصلوا للاماكن المطلوبه. بعد عامين من المعاناه قتل خلالهما العشرات بين مسعف وجريح اثناء اخراج الجرحى من الحوله لتلقي العلاج. ابتكر الدفاع المدني ما سماها الدراجه الطبيه لنقل الجرحى، وعدلت لتكون قادرة على السير في طرقات وعرة وبسرعة كبيرة تفاديا لأي استهداف يقوم به النظام، ما قلل الخطورة ووفر الوقت ومنح المسعفين والمصابين فرصة للبقاء أحياء. خطورة في خطورة. قبل كنا مضطرين 15 شاب نشيلهم على النقالي، نشيل المصاب على النقالي. قبل كان أخطر من هيك، بس الحمد لله رب العالمين ابتكروا هالدراجة النارية وسهلت علينا مسافة بسرعة نوصل المريض عن النقطة المحددة. في منطقة الحولة التي يحاصرها النظام ويعزلها عن باقي مدن ريف حمص، لا طعام كاف ولا دواء ولا مشافي قادرة على معالجة جميع المصابين، ما دفع الناس للمخاطرة بأرواحهم والسير بجانب حواجز النظام سعيا لإخراج جرحاهم وتأمين قوت يومهم. أوصل المصاب وتمت المهمة بنجاح ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد. هذه قصة من قصص المعاناة التي يعيشها سكان ريف حمص يوميا. إلى أن ألقاكم بقصة جديدة، أترككم برعاية الله وحفظه. جلال سليمان، الجزيرة، ريف حمص.